السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. ظاهرة اللاعبين المغتربين اللي فجأة يجيهم الحنين للمنتخب الجزائري لما يشاهدوا المنتخب الجزائري ذاهب لكأس العالم أو لكأس إفريقيا، يعني رايح يكون الأضواء على هذا المنتخب أكثر من اللي لما يكون يجهز في نفسه ويلعب مباريات باش يتأهل لكأس إفريقيا والكأس العالم، يعني لا يوجد تعب أكثر. نشاهدوا بعض اللاعبين المغتربين اللي لما يحتاجهم المنتخب الجزائري ويطلبهم ويقولهم نحتاجوكم باش عندنا مباريات قوية، عندنا مباريات لازم نلعبوهم بقوة باش نتأهلوا لكأس العالم ولا كأس إفريقيا، هما وش يديروا؟ يقولوا باللي نفضل يعني المستقبل الكروي نفضل اني نمثل منتخب فرنسي ولا منتخب كذا وكذا. هذا الشيء اللي يعني احنا يعني جمهور يعني نتابعوا الكرة الجزائرية يغيظنا الحال على منتخب بلادنا. كيفاش نتايا لما احتاجاتك الجزائر واحتاجك المنتخب الجزائري باش تمثل بلادك وباش تدافع على علم بلادك يعني خارج الجزائر، انت يجيك شغل تقول لا لا ان شاء الله لما تروح لكأس العالم ان شاء الله ربما نخمم. وبعدها لما منتخب الفرنسي او المنتخب الاخر يرفضك ويقول لك انت عندي لاعبين احسن منك، وش يديروا؟ يقول لك احنا نروحوا نمثلوا عندنا المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري يعني نحن يحتاجنا يعني نروحوا ليه، يدينا أكيد يدينا لأنه إحنا عندنا مستوى. لا، هذا الشي كان زمان، لكن الآن في السنوات الأخيرة الحمد لله عندنا لاعبين متميزين، عندنا لاعبين يعني أقوياء ما شاء الله عليهم، إن شاء الله يمثلوا الجزائر في أحسن صورة في كأس العالم. الحمد لله عندنا لاعبين وما نحتاجوش لاعبين يجوا فجأة ويخموا إنه يمثلوا المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري أكبر منكم وأكبر من هذه الأشياء التافهة اللي تقوموا بها. نتايا كلاعب أكيد رايح تجي تستغل الجزائر لما رايح يتأهل كأس العالم لأنه كل الأنظار عليه. لما نشاهدوا ياسين عدلي تصريحاته السابقة أنه حب يمثل المنتخب الفرنسي، والآن تصريحاته أنه حاب يمثل المنتخب الجزائري، واندم قال انه انا ما كنتش نعرف يعني المستقبل الكروي ديالي، ما كنتش نعرف صلاحي، انا نحب المنتخب الجزائري ونحب بلادي، ولو كان يعيط لي مدرب المنتخب الوطني بيتكوفيتش كون يعيط لي اكيد رايح نلبي الدعوه ونمثل المنتخب الجزائري. هذا الكلام ما شفناهش غير من ياسين عدلي، شفناه من العديد من اللاعبين، لكن احنا كجزائريين تعبنا من مثل هذه الاشياء. ان شاء الله انه مدرب المنتخب الوطني بيتكوفيتش ما يتأثرش بهذا الأقوال وبهذا الكلام ويروح ويجيبوا، لأنه عندنا لاعبين أحسن وعندنا لاعبين متميزين وعندنا لاعبين خيروا الجزائر في وقت اللي كانت الجزائر فيه يعني حبطت في المستوى ديالها. الحمد لله الآن يعني ما شاء الله على المنتخب الجزائري، يعني استعاد المستوى ديالو وراهو غير يزيد يطلع ويطلع، وإن شاء الله يقدم مستوى رائع في كأس العالم، وإن شاء الله اللاعبين يبينوا مستواهم الحقيقي.